وقبل الذهاب لمشاهدة العرض يتفضل السيد كاتب المارتينيكي دانيال بوكمان فليتفضل مشكورا. ألف رحمة عليه. سيد مدير المكتبة المطالعة العمومية، الأسرة الإعلامية والأسرة الفنية، الجمهور الحاضر معنا في هذا العرض المرتبط بذكرى 19 مارس. إذا مرحبا بكم في بيت عطلة. وصلتنا رسالة من الكاتب المارتينيكي دانيال بوكمان صديق الثورة الجزائرية الذي يبلغ حاليا من العمر 89 سنة. إذن سأقرأ هذه الرسالة مترجمة إلى اللغة العربية. أيها الأصدقاء الأعزاء، بمناسبة عرض القصة الحقيقية لحورية في إطار الاحتفال بالذكرى 60 للاستقلال، أود أولا أن أشكر السلطات والشخوص الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع الجميل، وأخص بالذكر وزارة الثقافة والفنون وعلى رأسها السيدة الوزيرة سوريا مولوجي تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون، والسيد محمد الحيوي المدير العام للمسرح الوطني الجزائري، والصديقين عبد الناصر خلاب مدير المسرح الجهوي للجلفة، والمخرج أحمد خودي، وكل فريق العمل بالمسرح الجهوي للجلفة. يؤسفني جدا أنني لم أستطيع تلبية الدعوة التي وجهت لي لأكون حاضرا بينكم، وتأسفت أكثر لأن هذه الرحلة كانت ستكون بمثابة رحلة حج إلى هذا البلد الرائع الجزائر الذي احتضنني بمحبة غامرة من أنا غائب جسديا اليوم، لكن خلال هذا العرض ستكون روحي حاضرة بينكم. كل ما ستشاهدونه وتستمعون إليه سيكون تكريما مهيبا للشعب الجزائري. كل التقدير والاحترام. دانيال بوكمان، كاتب وناشر ثقافي مارتينيكي. شكرا. شكرا للسيد عبد الناصر خلاب. والآن جمهورنا الكريم مشاهدة ممتعة مع اللوحة الفنية القصة الحقيقية لحورية.
جات الساعة ومغلب الغيوم، جابوا خبر وذي بشارة خيل ذو الغاشي لبلاد ظلوم، تلموا في بلاصة الخيل في النشيد وحرجهم مقيوم، من عند النخلة لدار المير والزعامة بين صفوف تحوم، شبان صغار جاوا بالتفسير وعبد الباقي شاطر ومعلوم، يلاغي بالشرح والتنبير. لا ظلم قول يبقى مطلوب. كان تريدوا الراي بالتدبير ما يتعدى حكمنا ملزوم. ابتدى عيسى قال انا في السيان درت شوي عزمان فات، روح لغيني القبطان تاني بوجاتي مولا حجمات. طلعت الرايه عادت تبان ناحيه الديان، جبت الكابوس زاد شحال، جات الحبه طاح واحد مات.
المتميز. شكرا لكم. طبعا نبقوا معنا على الخشبة. طبعا تحية لهم. تحية للفريق التقني للمسرح الجهوي للجنفة، أيضا بكر الصديق في الإذاعة، وبعد الباقي في الصوت، تقني الصوت، للبشي محمد تقني خشبة، عديلة علي تقني خشبة أيضا. تفضلوا معنا فريق التقني للمسرح الجهوي، تحية لهم. نريد كلمة طبعا من السيد المخرج. أعطوني الميكروفون للتعريف. حابين نعرفوا الفريق كامل للجمهور تاعو. تفضلوا. مسعود. بدي دائما تكون لي سعيدة. السلام عليكم. مسعود رقاب ممثل مسرحي. شكرا. حميد. أخرى للمسرح الجهوي الجنفة خلال شهر رمضان المبارك. نستقبلكم دائما في رحاب المسرح. أهلا وسهلا بكم جميعا، شرفتونا. قصة حورية كل باسمه وكل من مقامه. المسرحية كانت روعة. السلام على أشرف المرسلين. إبراهيم عبد الجبار، متابع مسرحي أو ممثل مسرحي. مسرحية اليوم هي حورية، قصة حورية، كانت من إنتاج المسرح الوطني أو المسرح الجهوي لولاية الجنفة. كانت في منتهى الروعة. كان موضوع يخص الاستقلال وعيد النصر، وتزامنت اليوم مع 19 مارس. كان عرض رائع. شكرا للمخرج، شكرا للممثلين، بارك الله فيكم كل طاقم مسرح الجهوي الجزائري. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد نشكر طاقم المسرح الجهوي لولاية الجلفة أحمد بن يزيد، ونشكر كذلك المخرج. تحية كبيرة لأنه الأستاذ تاعي هو اللي درسني في المعهد الوطني للفنون المسرحية. وتحية كبيرة لكل الممثلين المشاركين في هذه المسرحية. نقول لهم شكرا لكم، أديتم ووفيتم. شكرا لكم. سعدت جدا بمتابعة هذا العرض المسرحي، قصة حورية التي ترمز للمرأة الجزائرية الأبية التي رفضت أن تستعمر بلادها ورفضت أن تذل وأن تفرق عن أخيها الرجل. حورية التي جسدت رمز النضال الجزائري من أجل نيل الحرية. أداء رائع من طرف مجموعة الممثلين. des effets sonores et lumineux كذلك مرافقين للمسرح. ولو أنه ربما لو تم استعمال بعض التكنولوجيات الحديثة في الصوت، نقل خاصة صوت الممثلين، كان ربما سيكون أكثر رونقا لهذه المسرحية. بالتوفيق للجميع في قادم الأعمال إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة زيادة، بارك الله فيك. شكرا على الملاحظة. وش هو الانطباع تاعك حول العرض تاع اليوم بكل صراحة؟ طبعا. السلام عليكم، معكم الأستاذ نور عبد القادر، أستاذ مادة المعلوماتية. لأول مرة أنا أحضر عرض في المسرح، لأول مرة يعني. كانت عندي من قبل دعوات وللأسف الظروف ما خلتنيش نحضر. هذه المرة حضرت طبعا في عيد النصر هذا أولا، وثانيا القصة الحقيقية لقصة حورية. القصة ما شاء الله يعني سمع بها من قبل. كان سيناريو للقصة ما شاء الله وروعة، أداء جنوني، التقنيين، الإضاءة، الصوت، حاجة كما نقولوا بيرفكت، روعة. يعطيهم الصحة إن شاء الله. المرات القادمة يزيدوا يطوروا من الأمور، يعني الأمر اللي يديروه يزيدوا يظهرونا ويزيدوا في ولايات أخرى أو في أماكن أخرى، ويفتح عليهم ربي إن شاء الله في أوطان أخرى كذلك يروحوا البعيد إن شاء الله. الأداء ما شاء الله يعني مستواهم روعة. ونشكر المدير المسرح، نشكر كل من ساهم في هذا الأداء. ربي يحفظهم إن شاء الله وربي يوفقهم. وإن شاء الله تكون لنا دعوات أخرى هنا يدعونا وراح نحضر، وراح تكون لنا مثال كمشاركة أو كلمة أو شيء من هذا القبيل، وربي يحفظهم. شكرا جزيلا. عرفنا بك. علابة حبيب أحمد، هاوي مسرح تمثيل. والحقيقة حضرت اليوم في هذا العمل الفني
الضخم اللي تشرفنا بالحضور تاعو، اللي كان عمل في منتهى الاتقان واللي اعطانا له اهميه، واللي هذه المسرحيه ان شاء الله تطور ونعودوا كل يوم نشاهدوا كما هذه اعمال، والحمد لله لان وصلنا باش نشوفوا كما هذه اعمال في الولايه تاعنا وفي الوطن تاعنا، ان شاء الله يروحوا بها للعالميه. ونشكر كل الطاقم اللي شارك في هذه المسرحيه وانجاح هذا العمل الفني الضخم، وشكرا لكم وكثر خيركم ان شاء الله. حبيت نشكرك انا شخصيا على الحضور تاعك وتلبيه الدعوه. ربي يبارك فيك ان شاء الله، وربي يجازيك خير ان شاء الله ان شاء الله. وهذا شرف لي. الله يبارك فيك. شرف وفرحنا بيك كي شفناك. ماذا بنا ناخذ انطباعك بكل صدر رحب. الله يصفى ليا برك. الله يحفظك. تفضل استاذنا. نعرف بروحي. ايه تفضل. علوي نور الدين، استاذ جامعي الجامعه زين عاشور قسم اللغه العربيه وادابها. اليوم وجه لي الدعوه استاذ فريطيس عبد المجيد لحضور مسرحيه تحاكي تاريخنا المجيد في هذا اليوم المبارك 19 مارس. كان العرض رائعا جدا. أنا من ذوي الهمم لا أستطيع أن أتابع المشاهد كما يراها الناس، ولكن أنا أسمعها وقد حركت في مشاعر كبيرة جدا. عرفت أن هناك مسرحا في الجلفة، مسرحا رائدا يحسن اختيار النص، يتعامل الممثلون مع النص بطريقة احترافية. الموسيقى التصويرية كانت رائعة جدا، وأنا أعرف الأستاذ عبد المجيد فريطيس عن كثب. كذلك المخرج له باع طويل كما قال السادة الحاضرون. النص اليوم، هذا النص الاحترافي الذي مثل في مسرح الجهود الجلفة، أنا أعتبره نقطة انطلاق لهذه النخبة وهذا الشباب الذي يكون هذا المسرح. وأعترف أن المسرح الجهود الجلفة سيضاهي مسارح كثيرة في الوطن. وبوركتم، بارك الله فيكم. كنا قبل قليل في متابعة مسرحية القصة الحقيقية لحورية. المسرحية هذه التي كانت بمناسبة الستينية، وطبعا بدعم من وزارة الثقافة والفنون. المسرحية للكاتب المارتينيكي دانيال بوكمان، هي قصة تروي كفاح الشعب الجزائري حقيقة وما تعرض له على يد الاستدمار الفرنسي. كانت المسرحية شيقة جدا، كانت المتابعة رائعة من طرف الجمهور، تفاعل كبير جدا. لاحظنا يعني الكثير من التجاوب بين الجمهور والعمل المسرحي هذا القصة الحقيقية لحورية. الأمر الجميل هو أنه قدرنا نعيشوا للمرة الألف أحداث الثورة الجزائرية ومعاناة الشعب الجزائري حقيقة. احنا نوجه تحية كبيرة جدا لكل فريق العمل، المخرج، لكل التقنيين، للعاملين في المسرح الجهوي بالجلفة على رأس السيد المدير. أيضا يعني تحية كبيرة 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 لجمهور الجلفة اللي كان في المستوى، يعني كان في أرقى المستويات في المتابعة وفي البحث عن أعمال هادفة، أعمال فنية حقيقية تؤرخ لربما الحقب المختلفة للجزائر. أيضا يعني كانت الفنية حاضرة جدا، من سينوغرافيا، من عمل مشهدي حقيقة. عشنا التجربة للمرة الثانية بعد العرض الشرفي الذي كان على مستوى المسرح الوطني محي الدين بشتارزي بالعاصمة، واليوم نعيش نفس العرض للمرة الأولى في المسرح الجهوي أحمد بن بوزيد شيخ الله بالجلفة. شكرا لكل من قام على هذا العمل، شكرا لكل الفاعلين، وإن شاء الله مشاريع أخرى ونجاحات أخرى إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة.